لو الشخص اللي بتتكلمي عليه انت زي ما تقولي مقتنعه تماما ان هو مش مناسب، هنا بيبقى في ايه، في لخبطه ما بين الايموشنز المشاعر وما بين العقل اللي بيقوله، العقل الواعي كده بيقوله. طيب محتاج اعمل ايه؟ محتاج اطفي كل الحاجات اللي بتحرك المشاعر تاني. قد تكون صور، قد تكون كلام بسمعه، قد تكون اغاني، قد تكون حاجات بهديها. فكل ما بهدي المشاعر كل ما الصوت العقلي بيعلى، وده بيحصل نتيجه البعد. لو انا الشخص ده بعيد عني شويه، المشاعر بطبيعي ومفيش حاجه يعني بتصحيها، المشاعر بتهدى وابتدي اشوف الصوره بشكل واقعي، بشكل انه هل فعلا ما كانش مناسب، ولا لما ببعد والعقل يقول لي لا ده والله كان مناسب فارجع له تاني. فهنا اكني بختار ايه، اطفي المشاعر واشوف الصوره حقيقيه وبناء عليها بقرر. لانه في ناس بيبقى صعبان عليها ان انا ابعد والموضوع ينتهي، فبنقول ايه، طب خد خطوه لورا وقيم الموضوع تاني. لو لقيت لما الخطوه لورا انه فعلا مش مناسب، خلاص يبقى انا هديت المشاعر. فبالتالي اهم حاجه هنا اهدي مشاعر ايا كان اللي